السلام عليكم. آخر أخبار النادي الأهلي اليوم: قرار وموقف النادي الأهلي النهائي في مباراة المصري المقرر إقامتها في بطولة كأس الرابطة. ويواجه الأهلي أزمة بسبب غياب 14 لاعب للمنتخبات المختلفة، والأهلي يطلب التأجيل من اتحاد الكرة المصري، واتحاد الكرة المصري رد على النادي الأهلي بالرفض، وبنسبة 99% الأهلي لن يشارك في كأس الرابطة. ده عن لسان كولر قال للإدارة: أنا مش عايز أشارك في كأس الرابطة، أنا كل اللي يهمني مباراة الهلال السوداني، وإن شاء الله نكمل في أفريقيا، وكل اللي في بالي دلوقتي واللي مهتم بيه وشاغلني هي افريقيا وبس. ومن الناحيه التانيه برضو في العقوبات القانونيه للنادي الاهلي، لو انسحب من الرابطه مفيش اي عقوبات قانونيه، وعادي يقدر يشارك في النسخه المقبله، في نص البند اللي بيقول: لا توجد عقوبات للانسحاب ولا حرمان النادي الاهلي من النسخه القادمه. الاهلي كان عايز يشارك ويمنح فرصه للاعبين، ولكن عدد اللاعبين الغايبين اللي هم راحوا المنتخبات بيتراوح من 14 ل 15 لاعب، وبكده الاهلي هيلعب بمين؟ مفيش لعيبه، والامور اصبحت صعبه ومستحيله ان الاهلي يشارك في كاس الرابطه، والاعتذار عن عدم المباراه بشياكه.